في وسط التصرفات الغير مسؤولة من جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طلع علينا فنان كبير ملحن مشهور اسمه عزيز الشافعي، اتكلم في برنامج بيقدمه معتز الدمرداش عن نادي الزمالك ومشكلة أرض أكتوبر. كلام ما طلعش من أي حد من أعضاء مجلس إدارة، كلام موجه ومحدد وبيلخص أزمة نادي الزمالك في أرض أكتوبر. تعالوا نسمع عزيز الشافعي قال إيه مع معتز الدمرداش. بوجه رسالة للدولة المصرية العظيمة إنها ترجع أرض نادي الزمالك، لأن أرض نادي الزمالك دي حياة وموت بالنسبة للنادي، والنادي ورقه سليم وقانونيا سليم، وما يصحش في دولة القانون اللي احنا عايشين فيها النادي الزمالك اللي وراه بيشجعوه ملايين تضيع منهم الأرض بدون سبب. تمام. بس دي رسالة، وانا عندي كده بعض التفاؤل ان الموضوع يا رب في طريقه الى الانفراد. مليون برافو لعزيز الشافعي، كلام طالع من مشجع زملكاوي بيحب نادي الزمالك وعايز فعلا يجيب حق نادي الزمالك. ولسه كمان هتسمعوا قال ايه عن جمهور نادي الزمالك، وبيلخص كل اللي بيحصل مع نادي الزمالك قصاد اللي بيحصل للنادي الاهلي. تعالوا نشوف عزيز الشافعي قال ايه عن الموضوع ده. الزمالك هو نادي المينورتي، يعني هو في اقليه في الشعب بيشجعوا الزمالك. الاقليه دي على فكره ممكن تبقى 30 40 مليون، يعني شعوب، يعني مش رقم قليل طبيعي لكن طبعا. بالنسبه للتركيبه السكانيه ده احنا 110 مليون بالنسبه للتركيبه السكانيه الزملكاويه اقل. فده بيخلي الناحيه الثانيه عندها الباور، عندها القوة الإعلانية، عندها القوة الشرعية، عندها الماديات، عندها الاستقرار، عندها إن الناس بتخاف منها، الناس تسمع كلامها، الناس ما بتعرفش تزعلها. الناس دي بقى كل الناس، اتحاد كورة، حكام، معلنين، قنوات، كله ما بيقربش الناحية التانية. لكن اللي تقدر عليه قوي، تقدر تدوس عليه أي زي ما أنت عايز، هو الزمالك. بس هي الفكرة الناس اللي بتدوس على الزمالك دول مش عارفين إن هم بيدوسوا على نفسية وأحاسيس ومشاعر ملايين الملايين. مظبوط. وان الزمالك بالنسبه للناس هو الاكل والدواء، زي ما الاهلي بالنسبه للناس اللي بتشجعه هو الاكل والدواء والحياه. الزمالك كمان كده. برافو عزيز الشافعي، بجد كلام طالع من مشجع بيحب نادي الزمالك بجد، ما طلعش من اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين في مكاتبهم وبيستفيدوا باسم نادي الزمالك وبس. محدش عايز يتكلم ويقول رايه بصراحه في موضوع ارض اكتوبر. عشان الارض ترجع لازم نتكلم ولازم نطالب بحقنا في ارض اكتوبر عشان الارض ترجع من تاني. طول ما احنا ساكتين وما بنتكلمش ومحدش بيتكلم ومحدش بيقول ارض وصلت لغايه فين، الزمالك هيفضل كده. طول ما الاداره دي ساكته ما بتتكلمش وما بتشتغلش لمصلحه نادي الزمالك هنفضل كده. للاسف وثقنا في مجلس اداره ووقفنا جنبهم في الانتخابات وكنا مستبشرين فيهم خير، لكن بجد طلعوا اوحش من اللي قبلهم. نفسنا في مجلس اداره بيحب نادي الزمالك، نفسنا في مجلس اداره يكونوا مشجعين قبل ما يكونوا بيحبوا الكراسي وبس.